الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات، مرحبا. في الأسبوع الماضي وتحديدا 10 تموز 2021 نشرت فيديو على قناتي على موقع اليوتيوب، تحدثت فيه باللغة الكردية عن الواقع السياسي والثقافي في المناطق الكردية السورية، في كردستان سوريا أو روجافا، يعني بصرف النظر عن التسميات التي تطلق على تلك المناطق. ووجهت يعني انتقادات حادة وصريحة ومباشرة لهذا الواقع بتفاصيله بعناوينه السياسية والثقافية، ومع ذكر بعض الأسماء كنماذج يعني عن تعبر عن بؤس الحال هناك. وفي ذلك الفيديو ركزت على الجهة اللي يفترض بأنها تمثل المعارضة السياسية والثقافية للإدارة الذاتية الديمقراطية، اللي بالأساس هي سلطة حزب العمال الكردستاني من وراء الستار، والواجهة والأدوات هو يعني في هي السلطة هو حزب الاتحاد الديمقراطي كوسيلة وكأداة، إنما القرار والرسن والأساس في هذه السلطة يعني بيد حزب العمال الكردستاني. طبعا ضمن تلك الانتقادات يعني أعطيت بعض النماذج مشان ما يكون يعني الموضوع له علاقة بالتعميم. صحيح أنا عم بحكي عن ظاهرة هي البؤس والانحدار السياسي والثقافي المعارض لسلطة حزب العمال الكردستاني داخل سوريا، لكن لا يخلو الأمر من إيراد يعني أو ذكر بعض الأسماء كنماذج يعني من هذا الخصوص. ضمن تلك النماذج السيد عبد الحكيم بشار، عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا ونائب رئيس الائتلاف السوري المعارض. طبعا السيد عبد الحكيم بشار اليوم صباحا نشر على صفحته في الفيسبوك، وربما أرسل رده علي إلى مواقع أخرى. أنا معني بما نشره في صفحته العامة، وضمن يعني ما يعني هو كتب مقال يعني قارب 1500 أو زاد عن 1500 كلمة. هذا المقال أورد فيه يعني سجله الحافل بالإنجازات ثقافيا وسياسيا، وأورد الكثير من التفاصيل اللي يظن أنه هي خافية عني أو خافية عن الرأي العام. أنا سأحاول جاهدا أن أقتنع بما ذكره السيد عبد الحكيم بشار، لكن هل كلامه هذا ومعروضه ومدونته يعني يمكن أن تقنع حزبه ورفاقه حتى يعني بعد مرور 4 ساعات على نشره المعروض أو الرد؟ أنا تتبعت يعني موضوع التعليقات ومدى تفاعل الناس مع هذا المنشور. لم أرى يعني من قيادات الحزب من شارك هذا المنشور ودعمه وتفاعل معه، حتى على مستوى يعني التفاعل باللايك والإعجابات. وكمان ما شفت من الأسماء اللي أنا بعرفها يعني، وهي أسماء في الصف الأول، ما أذكر الأسماء يعني، بمعنى يعني مستوى التفاعل صحيح كان يعني مقبول إلى حد ما، لكن على مستوى قيادات الصف الأول ضمن الحزب اللي هو يمثله في الائتلاف ما كان، وهذا يعني ما كان في هذا التفاعل الواضح يعني. طبعا بعد هذا الفيديو ممكن يصير
تفاعل، لكن بعد مرور 4 ساعات أو أكثر من 4 ساعات على نشر مقال أو رد عبد الحكيم بشار، أنا ما شفت هذا التفاعل. لاحقا ممكن يصير بعد ما بيشوفوا هذا الفيديو. في تقديري أنه ما ذكره عبد الحكيم بشار في رده أيضا يعني تعزز الانتقادات التي وجهتها له في الفيديو السابق. هو نشر معروضه باللغة العربية، يعني رغم أنه أنا الفيديو كان باللغة الكردية، وكان يفترض به أصولا وعرفا في ما يتعلق بالردود أن يرد باللغة الأم، باللغة الكردية، أو بلغة المادة المكتوبة، يعني في أو المادة المنشورة، المادة البصرية الصوتية اللي هي الفيديو يعني. لكن هو لم ينشر رده باللغة الكردية، نشره باللغة العربية، وأنا يعني معني بما نشره، ولذلك يعني هذا الفيديو أو الرد عليه أو التعليق على رده سيكون باللغة العربية، لأنه هو رده كان باللغة العربية. هو رد باللغة العربية لأنه يعجز عن الرد باللغة الكردية، لأنه لا يتقن اللغة الكردية، لا على مستوى الكتابة، لا على مستوى القراءة، ولا حتى على مستوى الكلام. يعني اللي بيشوف فيديوهات السيد عبد الحكيم بشار في القنوات الكردية وعندما يتحدث باللغة الكردية سيرى يعني مستوى تعامله مع أو تفاعله أو أداؤه باللغة الكردية إلى أي مستوى. يعني هل هو قادر أن يتحدث 5 دقائق باللغة الكردية في الحدود الدنيا بحيث تكون لغة أو طريقة كلام صحيحة وسليمة، أو في الحدود المقبولة يعني دون أن يشوبها يعني اللغة العربية. عندما نستمع إلى فيديوهات السيد عبد الحكيم بشار كمان باللغة العربية نرى يعني ما يعني هاي اللغة المعتلة المرتبكة التي يظن المشاهد عندما يسمعه يتكلم باللغة العربية بأن هذا الرجل إن تكلم باللغة الكردية فرح يدرغل، رح يعني يتدفق الكلام جدولا سلسبيلا نقيا فصيحا باللغة الكردية، لكن لا الفصاحة موجودة في اللغة الكردية ولا حتى في اللغة العربية يعني أثناء الكلام والمداخلات التلفزيونية. هذا مش بس حال عبد الحكيم بشار، حال حتى بعض الكتاب والصحفيين الأكراد مع الأسف الشديد، يعني لا يتقنون لغتهم الأم ولا اللغة الأخرى، لغة الثقافة أو لغة السياسة هي اللغة العربية، ويعني بين بينين يعني في هذا الخصوص. على أي حال هو لم يستطع الرد باللغة الكردية لأنه لا يجيدها، لا يتقنها، رغم أنه صار له 20 30 40 سنة يعني من عمره ضمن هذه الحركة يطالب بالحقوق الثقافية والأدبية والهوية الكردية في سوريا، وهو نفسه لا يتقن هذه اللغة. هذه النقطة تسجل على أغلب قيادات الحركة الكردية وليس فقط على السيد عبد الحكيم بشار. هو في معروضه يعني حتى يقول يعني سأحاول يعني بشكل إيجاز، وأعتذر سلفا عن الإطالة، سأحاول يعني أن أسجل بعض النقاط بشكل موجز حول ما ذكره عبد الحكيم بشار في معروضه. هو عنوان هذا المعروض برسالة مفتوحة يعني إلى السيد هوشام غوثي المحترم بعد تحية وبعد. لقد استمعت إلى بثك المسجل كفيديو، بثك المسجل كفيديو، يعني شو كاف التشبيه ما له معنى، انه اصلا كان فيديو، يعني مو انت تشبهه كفيديو، هو كان فيديو، ما في داعي للتشبيه. هاي كاف التشبيه هاي التي تفيد يعني التشبيه كفيديو، شو كانت فيديو حقيقي، فيديو يعني مش تشبيه. بثك المسجل كفيديو والمعنون برؤية نقدية للحركة السياسية والثقافية الكردية. طبعا هذا العنوان هو من عنده يعني من اجتهاده الشخصي، أو ربما فهمه
للعنوان الكردي الموضوع للفيديو. طبعا العنوان الكردي في واد وترجمته لهذا العنوان في واد، ربما أحدهم ساعده في هذه الترجمة يعني أو من اجتهاده الشخصي. في كل الأحوال إن كان ترجمته الشخصية أو أحدهم ساعده في الترجمة فترجمة خاطئة. ليش خاطئة؟ الآن سأورد العبارة الصحيحة للفيديو وهي موجودة على اليوتيوب، يعني كل من يريد، كل من شاهد الفيديو شاف العنوان، والعنوان موجود ويمكن العودة إليه، وفي أسفل هذا الفيديو ستجدون الرابط أيضا. يعني العنوان كان أنكس وفدكس تشيدكن، يعني أنكس وهي المجلس الوطني الكردي، وبدكس وهو حزب السيد عبد الحكيم بشار، ماذا يفعلان؟ هذا العنوان الفيديو. العنوان الثاني درباري روشة سياسي وروشنبيرية كان بقل روجافاي كردستاني، يعني بخصوص الواقع الثقافي والسياسي البائس أو البائس في كردستان سوريا أو كردستان الغربية، روجافاي كردستان أو في روجافا. يعني إذا العبارة الكردية عنوان الفيديو في واد وترجمته التي استهل بها الرد في واد آخر. ماذا يقول يعني السيد عبد الحكيم بشار؟ ولقد خصصت فيه حوالي نصف مدته الزمنية للحديث عنه. طبعا هذا كلام مش دقيق ويمكن العودة إلى الفيديو. وعن ضحالة معلوماتي وضعف نشاطي على حد قولك. طبعا أنا ما قلت إنه يعني من يتقن اللغة الكردية يمكن أن يعود. أنا تحدثت عن المهارات، عن الكفاءات، عن المستوى الثقافي، عن المهارات السياسية. ما حكيت عن ما يتعلق على صعيد المعلومات. يعني على حد قولك هو بهيك بيقول: مع أن إعلاميا وكاتبا مثلك عليه أن يبتعد عن الشخصنة. هو يصف انتقاداتي لأدائه داخل حزبه وداخل الائتلاف على أنه شخصنة. يعني ولديه كتاب فيما يتعلق بالمفاهيم حسب ما قرأت من المعروض. يعني الدقة في استخدام المفردات والمصطلحات والمفاهيم، يعني ينبغي أن تكون يعني في ألف باء أو أبسط أبجديات العمل السياسي، أن يلقي أو يوظف مفهوما هكذا. يعني كيفما اتفق ما هي الشخصنة، ينبغي أن يعرف إلى تعريف الشخصنة. يعني أنا في الفيديو لم أستهدفه في شخصه، في أصله وفصله وكسمه ورسمه وملامحه، لم أستهدفه في منشئه، منبته، عائلته، القضايا الخاصة، قصصه الخاصة، في هذه التفاصيل. هذه عندما يستهدف المرء في شخصه هذا هو الشخصنة. أما أن تستهدفه في الأداء، أنا ما قلت يعني أنه مثلا أنت بنظارات أو بدون نظارات، مثلا أنت أصلع أو زراعة شعر أو ما زراعة شعر. ما حكيت عن هذه التفاصيل التي لا تمت للشأن العام بصلة. هذه قضايا خاصة. تناول المرء في هيئته وهندامه وشكله ورسمه، هذه هي الشخصنة. يعني أنا يمكن العودة إلى الفيديو وتبيان أين استهدفته في، أو أين يمكن اعتبار هذا ما ورد في الفيديو على أنه شخصني أو استهداف مباشر في شخصه، يعني في شخص السيد عبد الحكيم بشار أبدا. يعني أنا تحدثت عن الأداء وعن يعني ومسألة استباقية. ذكرت أنه سيتم اعتبار ذلك شخصني، أنا حكيت في الفيديو السابق، وأنه تشويه للسمعة وكذا. يعني شو تشويه السمعة؟ يعني وذكرت أنه لا يوجد شيء يستحق التشويه. ما هي الإنجازات الفلكية؟ وهو ذكر قائمة طويلة عريضة اعتبرها إنجازات ونسبها لنفسه، وسأتناول هذا الموضوع كمان لاحقا. إذا الموضوع لم يكن شخصني لا في الفيديو السابق ولا في هذا الفيديو، وأعتقد لن يكون هناك، يعني سأحاول أن لا يكون هنالك فيديو لاحق في هذا الخصوص. الموضوع لم يكن شخصني أبدا كما فهمه وفسره وقدمه وعرضه في رده السيد عبد الحكيم بشار.
أن يبتعد عن الشخصنة وأن يتحدث عن القضايا المهمة. طبعا أنا في الفيديو السابق تحدثت عن قضية مهمة، قضية واقع سياسي وثقافي يعني بائس وذكرت الأسباب، ويعني قدمت حتى بعض المقترحات والحلول في تناولي وتقييمي للواقع السياسي والثقافي في روجافا. وطبعا هذا الكلام يعني ملقى على عواهنه، وكيفما اتفق حاكي في معرضه، لأن أن يتحدث عن القضايا المهمة ذلك لأنك نفسك لا تقبل أن يقترب أحد من خصوصيتك. طبعا يعني ما في حدا بيقبل أنه يتقرب على خصوصيته، بس أنا ما تقربت على خصوصيتك. شو الشغلة اللي قلت؟ أنا ذكرت أنه يعني ما هي، أين هي الإنجازات؟ يمكن يعني اعتبار أنه واحد تزوج مرة ثانية إنجاز؟ هذا ليس اقتراب من الخصوصية. يعني ألف مبروك، ما حدا له علاقة بهذا الخصوص، لكن ألا يعتبر هذا مسألة خصوصية؟ مش خصوصية. أنا في سياق موضوع عام أتيت بنموذج من البؤس والانحدار السياسي في الواقع الكردي السوري، أتيت بنموذج، وأنا ما زلت يعني عند الكلام الذي قلته وأؤكده هنا أيضا يعني. ومع ذلك فإنني أتقبل، مشكور يعني، أتقبل كل ذلك، لأن الواقع ينفي اتهاماتك. رح نشوف هل الواقع تنفي اتهاماتي ولا لا، مع احترامي الشديد لك، لأنني حرصا على مصداقية ما طرحته سأصوب لك معلومتين. الآن هو يصوب لي معلومتين لنشوف التصويب تبعه. يعني الأولى إننا التقينا مرتين. أنا ذكرت أنه التقينا مرة يعني في عيادتي، التقينا مرتين، مرة في عيادتي في قامشلي، ومرة أخرى في عيادة الدكتور ميزر المجيد. تذكروا هذا الاسم جيدا، ميزر المجيد، الصديق المشترك. طبعا هو ليس ميزر المجيد، أنا ميزر المجيد أعرفه، وأهالي درباسية يعرفونه، وهو ربما قيادي وكادر متقدم في حزب السيد عبد الحكيم بشار، وربما الآن يعني ترك العمل السياسي، لا أعرف بالضبط. يعني ميزر أعرفه والتقيت به عدة مرات سابقا، أعرفه بأنه واقعه يعني حاليا هل ما زال منتسب للحزب، حزب السيد عبد الحكيم أم لا أعرف بصراحة، لكن هو ليس طبيب أولا، والسيد عبد الحكيم بشار مخربط بالاسم، يعني هو الدكتور رمضان عبد الرزاق المجيد، طبيب القلبية. وأعتقد أنه يعني لعدة سنوات كانوا يعني في بناية مشتركة في نفس البناية المشتركة، وحتى إن لم تخني ذاكرة البناية كانت للدكتور عبد الحليم علي. لم أعد أذكر بالضبط، لكن ما أنا واثق منه أنه اللقاء جرى بيننا في عيادة عبد الحكيم بشار وعيادة رمضان الصديق، وصديق عزيز يعني رمضان عبد الرزاق المجيد، وليس ميزر المجيد. هو اختلط عليه، يعني عم يصوب لي المعلومة. لنفترض جدلا أنه التقينا مرتين أو ثلاثة أو أربعة، لكن في المرة القادمة فيما يتعلق يعني إذا بدك تصوب معلومة لشخص آخر، خليك هيك دقيق وتأكد من هاي المعلومة، وفيما بعد يعني صوب يعني حاول أن تسعى إلى تصويب المعلومة، لكن بالأسماء الصائبة، بالأسماء الحقيقية الصائبة. وبيذكروا أنه وقت ذاك أنا كنت عضو، يعني عندما التقى بي كان عضو في المكتب السياسي، ويعني يعني شو بيقول كمان، بيقول لذلك لم يكن طموحي أن أصبح عضوا منطقيا، مع أنه يشرفني أن أعمل في أي هيئة حزبية. هو زعلان على ما يبدو، أنه أنا ذكرت أنه سقف طموحه أنه يكون مسؤول فرقة أو مسؤول هيك فرع في القامشلي أو حي في القامشلي، وزعلان يعني بهذا الخصوص. فبيذكر لي أنه عندما التقينا
عندما التقينا كنت عضو في المكتب السياسي. يا سيدي إن شاء الله عندما التقينا تكون عضو يعني شو يعني سكرتير الحزب كمان. لكن في تقديري أنه المعروض والرد اللي أنت كتبته هلا أنا أتراجع عن كلامي. يعني أنت حتى لا تستحق أن تكون يعني مسؤول هيئة منطقية يعني وفق العرض هذا. يعني أنا لو ضمن الهيئة الرقابية في الحزب الديمقراطي الكردستاني شحطة سوريا يعني سأراجع وأعمل يعني إعادة هيكلة وأراجع وضعك التنظيمي، ويعني أقبل بأن تكون عضو عادي في هذا الحزب. أما المهام والمسؤوليات القيادية في المكتب السياسي، عضو اللجنة المركزية، عضو هيئة منطقية، فهي كمان يعني سأستبعدك منها نظرا لهذا الأداء المخيب بالنسبة لي يعني، وأعتقد سيكون مخيبا بالنسبة للقيادة الحزب اللي راح تقرأ أو اللي قرأت منشورك هذا. فأنا أنسحب أو أتراجع عن كلامي أنه أنا بصراحة لم أعد أراك حتى تستحق أنه تكون مسؤول منطقة. أنا أراك ربما يعني أنه يعني أن تكون عضو حزبي وكفى. في الملاحظة الثانية اللي عم يصوب لي إياها، شو بيقول الدكتور عبد الحكيم بشار؟ أنه أنت لست على اطلاع عما أقوم به من عمل نضالي في سبيل شعبي، بالرغم من السهام التي تنهال علينا ضمن مخطط أدفع خلاله الثمن ليس على أيدي الخصوم بل وبعض الأصدقاء. أنت معذور بسبب انشغالاتك بالقراءة والكتابة والتأليف، وهو ما فوت عليك متابعة أخبار الحركة الكردية وأنشطتي بشكل دقيق. أنا إلى حد ما يعني أقرأ أحيانا مش دائما مقالات الأستاذ الدكتور عبد الحكيم بشار، ليس دائما بصراحة. ما يرسله لي بعض الأصدقاء من روابط كذا أقرأها. يعني في هذا المقال كمان بعض الأصدقاء أرسلوني، دخلت على الصفحة وكتبت يعني أبديت إعجابي بالمقال كنوع من الترحيب، وذكرت أنه سيكون لي رد على ما تفضلت به يعني في هذا الخصوص. طبعا الأستاذ عبد الحكيم بشار لا يتحدث أو ينتقد الشخصنة أو يتهمني بالشخصنة، في حين أنه أحد المعلقين على صفحته شتمني، ويعني أنه القافلة تسير ودعك من هؤلاء الذين يعني لديهم من نجاسة الآبوشية. يعني هذا المعلق يعني اعتبرني شخصا نجسا، والسيد عبد الحكيم بشار على هذه الشتيمة لم يبدي إعجابا فقط، بل وضع قلب أحببني يعني. وهو أيضا يعني يتأفف من الشخصنة ويتهمني بالشخصنة، في حين لم يعني يردع ذلك المعلق اللي على صفحته، وما قال انه الشتائم في حق هوشانغ أوسي بحق كاتب كردي انتقدني مرفوض، بل وضع قلبا. ذلك القلب الذي وضعه على تلك الشتيمة ستبقى يعني البصمة التي تلاحق هذا السياسي الكردي، وشذرات تلك البصمة على الشتيمة يعني ستنعكس حتى على حزبه وتنظيمه. التفاعل مع شتائم الناس ودعم الشتائم في حق كاتب انتقدك في سلوك وفي أداء سياسي، هذا يعبر عن مستوى الوعي والتعامل مع النقد، وينسف كل ما ذكرته بأنك تقبل هذه الانتقادات. من يقبل الانتقادات بصدر رحب يرفض الشتائم، لا يضع قلوبا على الشتائم التي يعني تتطاول على هوشانغ أوسي أو أي من منتقديك. وسأنشر يعني صورة
القلب اللي وضعه، أو الإعجاب أو مستوى التفاعل العميق الحميم اللي أبداه السيد عبد الحكيم بشار مع تلك الشتيمة، أنا صورتها وسأنشرها في نهاية هذا الفيديو. حتى لو أزال ذلك القلب عن تلك الشتيمة، قلبه يعني حتى لو أزال قلبه عن تلك الشتيمة الموجهة لي، الصورة توثق ذلك. هو يقول أنه أنا ليست لدي هيك متابعة يعني لشخصه الكريم ونضاله العميق والعتيد فيما يتعلق بنشاطه في الحركة الكردية، ويعني فيما يلي توضيح بعض النقاط التي يعني بعض التي حاتت نقطتين. يعني أقر أنكم أكثر ثقافة ومعرفة مني نتيجة طبيعة تخصصكم، ولا أجد حرجا في ذلك، فأنا خريج الطب وهذا أمر طبيعي. لا، مو أمر طبيعي. يعني أنت خريج طب، نعم، زاولت الطب، لكن في العمل السياسي والاحتكاك مع المجتمع والشأن العام يعني التنطع للدفاع عن قضايا وحمل قضايا وزعم النضال، تملي على المرء أنه يشتغل، أنه يتعب على حاله. إذا كان التخصص الطبي أو المهني طبعا تحول دون القراءة والاجتهاد والتركيز على الذات، فأنت منذ 10-12 سنة بعيد عن مزاولة مهنة الطب ومتفرغ للعمل السياسي. ضمن هاي 12 سنة أنا متأكد أنه أنت مش قاريان 12 كتاب. أنا متأكد، يعني هنالك شيء ما يؤكد لي بأنك لم تقرأ 12 كتابا يعني بتركيز وبتمعن، عدا لأنه أنا عم شوف مستوى الكتابة. يعني واحد 12 سنة متفرغ للسياسة والنشاط السياسي وللكتابة، وعم تكتب ما شاء الله عليك، يعني عم تكتب مقالات بين الفترة والحين والآخر يعني. لكن هذا العمل الفعل الكتابي والأداء الكتابي بالتقادم ينبغي أن يصقل الموهبة، أن يعني يغذي ويرسخ التجربة الكتابية. لكن مع الأسف الشديد هذا ما لم أجده فيك يعني بهذا الخصوص، بمعنى المهنة والتخصص لا تحولان أبدا من أن يكون السياسي متمرس في النشاط الأدبي ويمتلك مهارات ثقافية وسياسية وحتى اهتمامات وميول أدبية أيضا، لا يمنع ذلك بهذا الخصوص، لكن ليس بالضرورة. أنا معك، لكن التخصص لا يحول دون ذلك. فيما يتعلق بخصوص حتى على مستوى المهني، الطب هي مهنة، تحصيل علمي مهني، و مثل الهندسة، مثل المهندس، المحامي، الحداد، النجار، أي مهنة من المهن، يعني المهن البشرية. الكاتب، يعني الكاتب عندما يتوقف عن الكتابة هل يمكن أن نسميه كاتبا؟ الروائي عندما يتوقف عن الرواية لمدة 10 15 20 سنة هل يمكن أن نسميه روائيا؟ الروائي سابق. السياسي سياسي سابق. وزير سابق. يعني حتى على مستوى المهنة، يعني أنت لم تزاول الطب يعني منذ يمكن 11-12 سنة. يعني هل من اللباقة يعني الدكتور عبد الحكيم بشار، لكن أنت لا تمارس هذه المهنة، لا تمارس هذه المهنة. يعني نعوم تشومسكي عندما ينشر كتبه ما بيحط دكتور جنب. أنا بعرف ناس يعني أصدقاء يعني حاصلين على درجتين من الدكتوراه ما بيحطوا، ويدرسون في جامعات، يعني مدرسين في جامعات أوروبية ما بيحطوا. يعني في أصدقاء هون في بلجيكا، يعني في جامعة بروكسل الحرة، مش بس مدرسين، رؤساء أقسام، لكن على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي بيكتبوا اسمهم حاف، يعني على ترجماتهم الكتب بيكتبوا اسمه بدون ألقاب.
أنت لا تزاول المهنة، يعني أنت الآن يعني تحمل إجازة في الطب ولديك خبرة في ممارسة الطب، طب الأطفال زمن قدره كذا، لكن حاليا لا تزاول المهنة. يعني فقضية إنه والله التخصص والتحجج بالتخصص والمسائل هي، حتى يعني حيازة اللقب في الحل والترحال، الدكتور فلان الدكتور فلان، شو يعني؟ يعني مثلا شخص لا يمارس الحدادة أو النجارة ويبقى نسميه نجار، ولا يمارس هذه المهنة. الخياط لا يمارس هذه المهنة، شو بنسميه؟ نسميه باسمه العادي يعني، وهذا مش تقليل في الشأن. هذا في يوم من الأيام أنت كنت ترجع على الطب بنقول لك دكتور، تطلع من المهنة بناديك باسمك. مع ذلك احتراما وتقديرا لك، الدكتور عبد الحكيم بشار المحترم. يعني في نقطة أخرى، لا يشترط على السياسي الناجح أن يكون كاتبا، بل عليه أن يتقن المهارات السياسية وكيفية الدفاع عن القضية والتي يؤمن. أنت خليك تكون سياسي ناجح، مش مشكلة. أنا ما راح أشترط عليك أنك تكون كاتب، بس خليك سياسي ناجح. هذا أولا. وبعدين يعني ما راح حدا يحاسبك انه انت ليش ما بتعرف تكتب مقال، ليش ما بتعرف تعمل ورقة بحثية، ليش مثلا مقابلاتك التلفزيونية هالشيء وفيها من الارتباك ما فيها. يعني خليك سياسي ناجح وعبي مكانك، وما راح حدا يسألك. لكن أنت عندما لا تملأ مكانك وتكون يعني مهاراتك محدودة جدا يعني فيما يتعلق بدورك أو فعلك أو المهام الموكلة إليك، فطبيعي الناس راح يعني تخضعك للمساءلة. أنا مثلا الناس أحيانا بتسألني عن الشهادة، أنا بقول لهم أنا حاصل على الشهادة الإعدادية، لكن فيما يتعلق بالكتابة الإبداعية، في الكتابة السياسية، في الكتابة، وأنت الآن أنت تقول إن أنا أكثر منك مهارة أو اطلاعا أو كذا. ربما لا تعلم إنه يعني هوشنك أوسي فقط يحمل الإعدادية. يعني طيب إذا أنا قلت لك إنه أنا بحمل الإعدادية ستتراجع عن هذا الكلام؟ الثقافة شيء والتحصيل العلمي شيء آخر. الكفاءات يعني في شيء اسمه له علاقة بالموهبة، له علاقة العصامية، واحد يتعب على حاله يجتهد يقرأ يعني يحتك بالناس، فالموضوع ما له علاقة. يعني بالمحصلة أنا أتمنى منك أن تكون سياسيا ناجحا فاعلا مؤثرا، لن أساعدك عن أي شيء له علاقة بالكتابة والمهارات الثقافية والإبداعية وهذا. بس أنت أعطيني ما يثبت، ما يؤكد بأنك مناضل. طبعا هنالك فرق ما بين المناضل والسياسي. أنت ممكن تكون سياسي بس ما ممكن تكون مناضل. المناضل اللي يدخل السجون، المناضل الذي يواجه السلطات الاستبدادية وجها لوجه. وسنرى يعني في نهاية هذا المعروض أنت شو عم تحكي. يعني النضال شيء والفعل السياسي، يعني كل مناضل بالضرورة أو ليس بالضرورة أن يكون سياسيا. هنالك مناضل ثقافي أيضا، لكن السياسي يعني ينبغي عندما يتحدث عن نضال أن يكون تجربته السياسية يعني مرفقة أو مقرونة. يعني مثلا حضرتك لما كنت في سوريا، يعني الكثير من قيادات حزبك يعني في الثمانينات أو السبعينات احتقلوا زجوا في السجون. يعني أنا لا أذكر، يعني أتمنى أن تصحح لي أو قيادات حزبك يصححون لي، أنت متى اعتقلت أو المدد الزمنية التي أنت اعتقلت فيها أثناء تواجدك في سوريا. يعني المعاناة وقت ذاك. أنا ذكرت يعني أنه وأدنت في الفيديو السابق تهجم حزب العمال الكردستاني عليك واستهدافك ومحاولة يعني محاولة اغتيال المداني. أنا ذكرت أدنت في الفيديو السابق. بتجي بتقول لي أنه أنا عندما يعني حضرتك تعرضت لاعتداء عندما كان هوشنك أوسي مؤيد لحزب العمال الكردستاني. هوشنك أوسي كان عمره 16 سنة، أنا مواليد 76، يعني في 92 أو 91 كان عمري 15-16 سنة. ما كنت حتى ضمن نشاط الحزب. يعني لا تحملني وزر تلك الجريمة. وأنا أدنت في الفيديو السابق يعني، وأنا قلت إذا في موضوع شيء يسجل لك فهو اعتداء حزب العمال الكردستاني عليك، ذلك الاعتداء المدان المشين باللغة الكردية. ذكرت في هذا الخصوص، فتجي يعني على أساس عم تسجل علي نقطة أنه أنا في يوم من الأيام كنت مؤيد لحزب العمال الكردستاني. يعني
يعني أنا اعتذرت عن تلك الفترة 17 مليون ألف مرة يعني. الآن الأداء الذي أنت فيه والواقع الذي أنت فيه ينبغي أن تعتذر للشعب الكردي. يعني أنت الآن ضمن مؤسسة سياسية يعني تشرع الاحتلال، تحتل جزء من هذه البلاد، بل تحتل مساحة أضعاف ما تحتله إسرائيل من الأراضي السورية. ضع الأمور الكردية جانبا، يعني ضع أنه تركيا تحتل الأكراد وتقمع الكردستان وتقمع الأكراد، كل هذه المسائل ضعها جانبا. تعامل الموضوع على أساس أنه وطني. هل الائتلاف فعلا هو ائتلاف وطني؟ دعم قوة احتلال؟ لا النظام السوري وطني، لا الائتلاف وطني، اثنيناتهم مش وطنيين، الاثنين أضرب من بعض. فأنت ضمن هيئة سياسية، ضمن تجمع سياسي يشرعن عملية الاحتلال، أنت فيك تدين الانتهاكات أو التغطية التركية للانتهاكات الموجودة في عفرين جهارا نهارا في الإعلام العربي أو في الإعلام الكردي. راح يشيلوك ويكبوك من برات بالائتلاف يعني. فقضية أنه والله نعم مثل ما قلت، قدم لي، أعطني نضالا، أعطني إنجازات، سأتوقف عن إثارة أسئلة عن المهارات والكفاءات الكتابية أو الإبداعية، أو مش الإبداعية، الثقافية أو السياسية التي طالبتك بها في الفيديو السابق، وأطالبك بها في هذا الفيديو أيضا. في نقطة أخرى، ومع ذلك لدي ما يكفي من المعرفة ولدي المؤلفات التالية. رجاء لا تحكيني على المؤلفات، لأنه أنا بعرف كيف أنت كتبتها، أو مش أنت اللي كتبتها، مين اللي كتبوا لك إياها، ولا تخليني أذكر الأسماء. يعني المرحوم توفيق عبد المجيد لو كان حي لكان شهد، وفي ناس آخرين أحياء لا تجبرني على ذكر أسمائهم. يعني المؤلفات اللي عم تحكي لي عنها مؤلفاتك اللي هي عبارة كله عن تجميع وإعداد، وهاي النوعية من المؤلفات موجودة. يعني كثيرين من الناس لجأوا إليها، ويعني على أساس أنه في السي في تبعهم عندهم كتب ومؤلفات. هاي كلها عبارة عن تجميع، ما في شيء له علاقة بالمهارات البحثية والبحث العلمي في السياسة وفي الفكر وفي هيك قضايا. لا، ذكر لي مجموعة من الكتب اللي يعني على أساس حضرته مؤلفة، وأنا بعرف يعني بعض العناوين. يعني مين اللي زبط له إياها، وشو الثمن الذي تقاضاه. يعني حتى أنت يعني بخست الناس حقهم اللي ساعدوك في إعداد وترتيب الكتب اللي الآن تبرز لي إياها على أساس أنه هي حصيلة جهدك الثقافي والكتابي في هذا الموضوع. يعني يا دكتور عبد الحكيم بشار، واحد في مقال الرأي اللي هو يعني ما بين 500 600 700 إلى 1200 كلمة، يعني مقال الرأي العادي في الصحافة، إذا يرتكب كل تلك الهفوات والأخطاء النحوية والإملائية اللي ما بيرتكبها كاتب مبتدئ يعني، أو بالأحرى يعني على مستوى التقنية، على مستوى تسلسل الأفكار وكل هذه المسائل، راح يجي ويقدم لي بحوث ودراسات. يعني أنت زينة بالعقل، يعني زينة بالعقل، كيف تزبط معك هيك؟ يعني واحد مثلا في مقالات الرأي عنده من المشاكل والهفوات ما لديه من العلل والزلل والهفوات ما لديه، سيتجه إلى كتابة أو تأليف بحوث ودراسات أو كتب لها طابع بحثي أو معرفي تتعلق بعلم الاجتماع، بالسياسة، بالفكر السياسي. يعني ما بتزبط هيك مسائل. فرجاء هاي الكتب اللي أنت أوردت لي إياها أنا عندي شوي تفاصيل عنها، فحرصا وحفاظا على يعني ماء الوجه ما تخليني فوت في التفاصيل. يعني القضية الكردية من الضحاك إلى الميلاد، رد على زبير سلطان في 98، كتاب مفاهيم سياسية 300 صفحة. ذاكر لي عدد الصفحات، شو علاقة الكتب بعدد الصفحات؟ يعني الكتب ليست بعدد صفحاتها. الكرد من الدور المفقود إلى الدور، سوريا
إلى أين تناول الثورة السورية منذ الانطلاقة وحتى التدخل الروسي في سوريا. ويقع الكتاب في 350 صفحة من القطع الكبير، مسارات الثورة السورية. هذا العنوان بالذات يعني في عليه ما عليه من علامات الاستفهام والمسائل هي، ما تخليني افوت بالتفاصيل. اجمالا يعني انا مشان ما اطول على المشاهدين والمتابعين في هذا الخصوص، هذا الرد يعني رد ركيك، رد ما في هيك المنطق، والرد يرتد على صاحبه، يعني يثقل كاهلك بمزيد من الملاحظات والانتقاد. بيقول يعني سلسلة الكتب هذه توثق الأحداث الكبرى في الثورة السورية. هي سلسلة كتبها كثيرون يعني، وهي عبارة عن تجميع وأعداد عرضا وتحليل وتوثيقا وتتضمن جميع قرارات قرارات الجامعة العربية اللي بيرجع لموقع الجامعة العربية ممكن أن يحصل عليها. قرارات الأمم المتحدة كمان منشورة وممكن أن يحصل عليها للناس المختصين والمسائل. فعملية تجميع التصريحات والمسائل هي بتجي ممكن تقنع واحد بسيط في حزبك ما له علاقة بالكتابة، ما له علاقة بالبحث، ما عنده هالمراس والتجربة والخبرة في عملية الكتابة، تيجي بتقنعه بهيك كلام. بديش تقنعني أنا يعني، أو تقنع ناس مختصة، أو تقنع حتى ضمن قيادة حزبك اللي لهم تجربة وخبرة في عملية الكتابة. يعني هذا كلام تقنع فيه البسطاء، وممكن تقنع فيه بعض الثلثج في الائتلاف. يعني ممكن تقنعون بهالمعروض هذا، مش تجي تقنعني بيحكي لي عن سلسلة اللقاءات، ووارد سلسلة طويلة عريضة من هون القامشلي، يعني انه التقى بهيلاري كلينتون والتقى بمين والتقى بمين. قضية اللقاءات هاي يعني انت التقيت بهم في سياق الائتلاف، أنت كعبد الحكيم بشار كعضو مكتب سياسي في البارتي وكممثل للمجلس الوطني الكردي بمعزل عن الائتلاف، أنت شو سويت؟ شو أثرت في الواقع العربي، في الواقع الدولي، في الواقع الأوروبي؟ هذه اللقاءات اللي أنت سويتها وحاطط لي صور يعني على أساس عم توثق هاي العملية كلياتها، ماذا انعكست على الكرد السوريين؟ ماذا انعكست على حزبك؟ ما أنا في الفيديو السابق ذكرت وأنت قفزت حول الموضوع، يعني موضوع الانتهاكات في هاللقاءات اللي أنت سويتها وهالمسائل اللي أنت سويتها، هل خففت من ضغط سلطة حزب العمال الكردستاني على الكرد السوريين على حزبك؟ ما في شيء. هل كشفت عن مصير المفقودين ومن ضمنهم قيادات في حزبك؟ يعني على سبيل الذكر لا الحصر بهزاد دورسون وآخرين. يعني عم تقول لي والله لقاءات وصورك مع هيلاري كلينتون، يعني مثل واحد هذا مش سلوك واحد سياسي له 30-40 سنة يعني في العمل السياسي. هذه اللقاءات النتائج، العبرة في النتائج، يعني الأمور بخواتمها، ماذا أنتجت بالنسبة للكرد السوريين، وحتى على التفاهمات التي توصلت مع الائتلاف وعم تنسبها لحالك. يعني هذا مش جهد فردي لك، بالعكس أنا عندي الأوراق الاتفاقيات بين الائتلاف وبين المجلس الوطني الكردي والنقاط الواردة، مطلع يعني على المسائل، بس هذا مش جهدك، هذا جهد مجموعة يعني من الناس، من ضمنهم دكتور عبد الباسط سيدة، آخرين اشتغلوا في هذه الأمور وكانوا يعني سياسيين محترفين ومحنكين، وضغطوا حتى يعني حققوا هذه الخطوات. الآن تجي بتنسبها على حالك، مش هيك. علم مع ذلك الائتلاف انتهك وضرب عرض الحائط كل تلك التفاهمات، كل تلك الاتفاقات. انت شو سويت؟ يعني ردة الفعل شو كانت؟ يعني الموقف شو كان؟ موقفك على المستوى الشخصي، على مستوى الحزبي، على مستوى لسه راكد لي ورا الائتلاف ومثل واحد هيك ماسك بفستان امه، او مثل الطفل يعني انه خايف يضيع، انه وكأنه الكرد بدون الائتلاف يعني القط راح ياكل عشاهن وراح يكونوا يعني
يعني ما لهم شيء، سيتوهون في عرض الصحراء، ومنقذهم ومخلصهم من الائتلاف السوري. هذا الكلام مش صحيح، هاي الخرافة بطلوها. يعني أنتم الآن لنفترض كانت في البداية يعني الائتلاف قناة ربط أو وسيلة أو أداة للانفتاح على العالم وعلى المجتمع الأوروبي وكذا وكذا، ولتعريف العرب بالقضية الكردية. خلاص انتهت هذه الوظيفة. الآن أنت تجتهد لنفسك، لحزبك، لتنظيمك، للمجلس الوطني الكردي. اتعب على هاي المسائل، وحاول أن تكون لك خصوصيتك وهويتك في الإطار السوري، في الإطار الوطني السوري، يعني ضمن المشروع الوطني السوري، لكن بمعزل عن مرتزقة، عن يعني هيكل سياسي يغطي على تنظيمات إرهابية، يغطي على مرتزقة، يرسل المرتزقة إلى ليبيا، يرسل إلى أذربيجان. يعني أنت الآن واجهة، أنت الآن الورقة الكردية اللي بإيد الائتلاف اللي بيتحجج أمام العالم نشوف بيناتنا أكراد. يعني هاي عبد الحكيم بشار موجود، يعني المجلس الوطني الكردي موجود. خرافة أنه والله لن تقوم للكرد قائمة بدون الائتلاف، هاي بطلوه. هذا الوهم، هذا الدجل اللي عم تمارسوه بطلوه يعني بصراحة. يعني فيما يتعلق بال يعني سبب عدم وجوده في القامشلي، يذكر في ختام معروضه أنه أما فيما يتعلق بسفري إلى مدينتي فهذا موضوع أمني بحت. أعتذر. شو موضوع أمني بحت؟ شو موضوع أمني بحت؟ إذا أنت كاشف شيء على سلطة حزب العمال الكردستاني قول، خلي الرأي العام يعرف. شو موضوع أمني بحت؟ إذا إلك شيء يعني على هذا الحزب قول وخلي الناس تعرف. هذا أو موضوع أو لا أو الخوض في تفاصيله عبر الإعلام. وأذكر فقط بأمر واحد، هو إنك عندما كنت بيرجع لي هاي الأسطوانة، هاي بطلوها، هاي البطلوها. عندما كنت في صفوف الباككة وتدافع عنهم، فإنني تعرضت بيحكي لي عن موضوع صار بمطلع التسعينات، وأنا وقتها كان عمري 15-16 سنة، لمحاولة قتل بقيت في غيبوبة لأيام، في حالة غيبوبة لأيام، ولعلاج دام 50 يوما في المستشفى، ولا يزال التهديد مستمرا. شوف شو السر الأمني هذا اللي أنت عم تخبي عن الرأي العام وعم تغمغم عليه، والله الموضوع أمني بحت. خايف على حياتك؟ يعني المناضلين لا يخافون على حياتهم. أنا حياتي هون في بلجيكا مهددة، لو خايف على حياتي وحريص فيني اسكت. صار لي 12 سنة انتقد حزب العمال الكردستاني في العمق اكثر منك واكثر توثيقا. يعني شو هالغمغمة والضحك على الناس؟ انت بهذا الكلام ما فيك لا تقنعني، واعتقد انه هذا الكلام لن يكون مقنعا بالنسبة لقيادة حزبك كمان. يعني موضوع أمني بحت، شو هذا الموضوع الأمني البحت؟ إذا عندك شيء على حزب العمال الكردستاني اذكره بالتفصيل وبالوثائق. ثانيا يعني شو يعني القيادات الحزب الأخرى، قيادات حزبك الأخرى حياتهم، يعني بشار أمين أو محمد إسماعيل أو قيادات أخرى يعني موجودة في الداخل السوري، أو تتنقل ما بين كردستان العراق وكردستان سوريا. هؤلاء أيضا لهم حياة، هؤلاء أيضا مهددين. أنت ليش شخصك بالذات مهدد؟ أنت شو الخطر اللي أنت عم تشكله على حزب العمال الكردستاني؟ مستوى التفاعل الجماهيري، صفحتك على الفيسبوك يتابعها 15,000 بعناصر حزبك، بالعناصر الأحزاب الأخرى، بالعرب، بالعجم، كل شيء. 15,000 بني آدم بيتابعوا صفحتك. صفحة نواف خليل أكثر متابعة من صفحتك يا دكتور عبد الحكيم بشار. أنت شو الخطر اللي بتشكله على حزب العمال الكردستاني على المستوى الأمني وعلى المستوى الجماهيري وعلى المستوى الإعلامي؟ يعني مسألة أمنية بحتة لا تخوض فيها في أنت تخوض في كل شيء في الإعلام. بقيت هاي القصة أولى. يعني في تقديري يعني عبد الحكيم بشار هو يعني في تقديري عبد الحكيم بشار يعني
يعني فشل في المهام والدور الموكل إليه يعني، ويحظى حتى الآن بنوع من ما يمكن تسميته بالتغطية من قبل أطراف وجهات داخل قيادة حزب الديمقراطي الكردستاني العراقي، داخل قيادة كردستان العراق. إن رفعت تلك الأطراف يدها والدعم عن عبد الحكيم بشار، عبد الحكيم بشار يعني لن يكن له ذلك الوزن والدور والأهمية حتى على مستوى حزبه يعني. وحسب المعلومات التي تصلني من داخل الحزب يعني الآن هذا الشخص هذا السياسي يعني يشكل عبئا على الحزب الديمقراطي الكردستاني السوري في سوريا يعني. لكن يد الحزب مغلولة لأنه هذا الشخص يحظى بدعم من كردستان العراق، مش كل قيادة البارتي في كردستان العراق، مش كل قيادة الديمقراطي الكردستاني، لا يعني أطراف معينة تؤمن له التغطية. بدون هذه التغطية لن يكون له يعني ما هو المقام المحمود اللي هو فيه يعني، المقام في الائتلاف وحتى داخل حزبه يعني. من المؤسف، وهذا مش شخصني، هذا مش أنا أقيم مرة أخرى الأداء السياسي والنتائج الموجودة على الأرض وللناس أن تحكم. أنا يعني أرفض يعني الشتائم التي توجه لعبد الحكيم بشار رفضا قاطعا يعني، أبدا لا أقبل بالشتائم يعني في حقه. هو يرى بنفسه أخلاقه تسمح له، أحدهم يشتم هوشام قوسي يضع له قلبا على هي الشتيمة. أنا لا يمكنني فعل ذلك يعني، ولن أفعل ذلك لا معه ولا مع غيره في هذا الخصوص. أكتفي بهذا القدر، ومعذرة مرة أخرى على الإطالة، على أمل يعني اللقاء بكم في موضوع آخر. دمتم بخير.